اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان انا بنزل السوق مره واحده كل اسبوع او كل 10 ايام على حسب الحاجات اللي ناقصه في البيت. فما صدقت الحمد لله خدت مصروف البيت، انا باخد برضو المصروف كل اسبوع. نزلت اجيب بقى الحاجات الناقصه، ولقيت الحمد لله اسعار الخضار نزلت شويه، لكن اللحوم والفراخ غاليه شويه. يعني الفراخ النهارده لقيتها ب50 جنيه، اتصدمت بصراحه. نشوف بقى اسعار الخضار. عندنا البطاطس ب5 جنيه الحلوه اهيت، والبطاطس الصغيره ب4 جنيه، والبصل برضو البصل الحلو ب6 جنيه. والبصل التاني الصغير شويه ب5 جنيه. وعندنا ما شاء الله البتنجان اهوت ب6، والبتنجان ده برضو ب6. بصوا ما شاء الله يعني. وصابح الخضار صابح وجميل، يعني انزلي اشتري حاجة السوق الصبح بدري كده اهوت قبل ما تتنقى والكلام دوت. وعندي برضو بتنجان، جبت 2 كيلو بتنجان اسود عشان هعمل معاكم محشي، بس مش هعمل محشي النهارده، هتسلى عليه بالليل كده اهوت واعمله تاني يوم ان شاء الله. وعندي كمان البرتقال ب5، واليوستفندي فيه 3 ب10 كمان، والخيار الكيلو ب6 جنيه، وفيه ب8 جنيه كمان خيار. جبت كمان طماطم، الطماطم ب6 وفي ب5، الطماطم دي ب5 جنيه. بصوا ما شاء الله جميلة، عاملة زي التفاحة اهيت ب5 جنيه. جبت حاجات للفطار، جبنة رومي ولانشون وكده، لانشون للأولاد وجبنة رومي. يعني اللانشون ده ب5 والجبنة الرومي ب10. على قد الفطار، على قد الفطار، بس احط عليهم بيض، احط عليهم مثلا جبنة اسطنبولي كده. جبت خضرة طبعا ب2 جنيه. وجبت بقى حاجات الايه اللي انا اتفقت معاكم ان انا هعمل اكل جاهز لجوزي كل اسبوع. جبت له الفراخ اهي شاورما، هعمله النهارده فراخ شاورما، تعالوا نشوفها مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فراخ الشاورما دي ارخص بكتير من الفراخ البانيه. البانيه دلوقتي عامل 100 جنيه و95. الشاورما ديت في ناس بتبيعها ب50 وفي ناس بتبيعها ب60. يعني انا جايباها ب60. دي شاورما كده قطع مقطعه كده اهوت من الفراخ، هعملها النهارده ان شاء الله واتبلها معاكم. لقيت الفراخ غاليه جدا ب50. ده كده ونص كيلو عامل 30. وكيلو كمان وراك. الحاجات دي كلها هتتوضب دلوقتي. كيلو وراك او كيلو ونص وراك. الوراك عامله والله نسيت 55 تقريبا، والفراخ عامله 50. دي هعملها، هغسلها دلوقتي واوضبها واغسلها، ودي برضو هغسلها واوضبها، ودي هعملها معاكم النهارده. ونشوف كمان هنعمل حاجه حلوه ايه النهارده للاولاد، وهنعمل كمان ايه على الغدا. بصي بقى، عايزه اوريكم حاجه وانا بصور. ابني على طول واقف لي كده. بص محمد، سلم عليه. انا زعقت لك؟ ما انا كل ما اصور مش عارفه اصور منك. ينفع كده؟ كل ما اجي اصور محمد واقف لي، ومصطفى واقف لي، وادم واقف لي، وزينة الصغيرة قاعدة بره ايه، اديتها التليفون تلعب بيه لغاية ما خلص تصوير. بصراحة يعني في حاجات كتير ورا الكاميرا نفسي. هديك التليفون حاضر. في حاجات كتير ورا الكاميرا بتبقى صعبة علينا واحنا بنصور. وهديك برتقال. يعني عندي ابني ده زنان السنين يعني. بصراحة باجي على اخر اليوم ببقى فاصلة منه. خد برتقانة، مش صابر حتى لما صور. عايز كمان التليفون؟ لا مفيش تليفون. لا مفيش تليفون. زينة خدت التليفون عشان اسكتها، عشان ما اضيعش وقتكم بقى. تعالوا بينا بقى نشوف بقية الفيديو ازاي. قول لهم طب سلام عليكم. عسل حمو. كده وضبط الخضار. عندي كده البتنجان ده هقعد اقوره بالليل ان شاء الله، واعمل المحشي بكره. البتنجانه الطويله دي بتتقسم نصين، تبقى حلوه جدا. يعني ممكن لو انت مش عارفه تنقي الصغير، نقي الطويل ده واقسميه نصين بالشكل ده. وعملت عندي الجزر اهوت لسه هغسله، وعندي غسلت الفراخ وغسلت الكبد وقعدت هشيلها في التلاجة. والفراخ دي هسلقها، هاخد منها شوربه للمحشي ان شاء الله. هسلقها النهارده وهسوي المحشي بكره ان شاء الله، ربنا يقويني بس. ودي هعملها لجوزي دلوقتي. وغسلت الطماطم بقى والخضره، ووضبت كل حاجه، وشلت البصل وشلت البطاطس. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا ولعت كده اهوت على حله فيها ميه وحطيت عليها بصل وثوم وطماطم وجزر احط فيها الوراك. بالمناسبه الحاجات اللي انا جبتها ديت تقريبا ب 300 جنيه، يعني دي ممكن تكفيك لمده اسبوع. جبت كيلو ونص وراك ب75، وجبت اللهم صل على النبي الشاورما ديت او الفراخ ديت عامله كيلو 60 جنيه. هي الشاورما المقطعه من الجناب دي عامله كيلو ب60 جنيه، فانا جبت كيلو. والكبد والقوانص عامله 30 جنيه، والخضار كله على بعضه كان عامل 100 جنيه. فممكن بباقي الفلوس تحسبيها كده اهوت، وباقي الفلوس ممكن تجيبي بقى كيلو رز، كيلو مكرونه، الحاجات الناقصه في البيت. ودي كمان انا بعمل الشاورما كده زي ما اتفقنا. اللي مش متابعني يتفرج على الفيديو ان انا بعمل اكل لجوزي ياخده معاه في الشغل. يعني دي الشاورما دي جايباها مخصوص عشان جوزي، بحط عليها بطاطس، بحط عليها بصل، طماطم، فلفل حراق، وحط عليها توابل كده حلوه بتفرق في الطعم جدا. بابريكا، كاري، ملح وفلفل، بصل بودره، توم بودره، بتبلها كده وحبشها 7 بهارات. وبعد كده بعد ما تبرد خالص بقسمها لوجبات، على 5 وجبات او 4 وجبات على حسب الكميه، واخليها لجوزي كل يوم الصبح ورايح الشغل بياخد معاه طبق، بدل ما يشتري فول وطعميه بقى غالي وكمان ما بقاش مشبع وكده. بعد ما خلصت كده اهوت وحضرت الغدا، واحنا اليوم دوت اتغدينا اي حاجه موجوده في البيت. والله مش فاكره حتى كان عندي اكل بايت ايه اتغدينا منه. قلت بالليل كده اهوت اقعد في وسط اولادي. جبت المحشي، كنت جايبه تقريبا بتاع 3 كيلو ونص. وضبطهم كده اهوت بقطعهم واقورهم واوريكم ازاي انا بحتفظ بالمحشي من غير ولا يجلد ولا يحصل له اي حاجه. طبعا اولادي قلبين دماغي الحمد لله، وسبت لكم الدوشه وما خفي كان اعظم. خلصت كده اهوت المحشي. بصوا ايدي بقت عامله ازاي، اللون دوت عشان يروح من ايدك ممكن تتعكيه بليمونه. خلصت خالص، ما بغسلش البتنجان خالص، واحطه في كيس كده اهو وبربطه وبحطه في التلاجة. ممكن يقعد معاكي يوم واتنين في التلاجة، تيجي تعمليه ولا يجلد ولا يعمل اي حاجه. ما تشيلوش في الفريزر ولا تغسليه، اهم حاجه ان انت تشيليه كده اهوت ناشف، ولا بيسود ولا بيحصل اي حاجه. اوريهولكم في الفيديو اللي بعده ان شاء الله، تابعوني. تاني يوم هبتدي اطلعه كده اهو، تكون التسبيكه جاهزه وهعمله معاكم. وهوريكم دلوقتي ان انا هشيله في التلاجة بالشنطه زي ما هو كده اهوت لتاني يوم ان شاء الله. انا ساعات بعمل كده اهوت لما بجيب كميه محشي كتيره، او لما اكون مثلا ورايا حاجات كتيره في البيت مش فاضيه ان انا اعمل المحشي مره واحده، بسهل على نفسي. حتى لو ممكن تعملي كيلو ممكن تسهلي على نفسك. ولو انت وجوزك بس ممكن تعملي كيلو محشي، نص بتنجان اسود، نص كوسه، ربع فلفل، هتلاقي في الاخر ما شاء الله عندك حله مشكله حلوه كده اهوت. دي الوجبات اللي انا بعملها لجوزي كده، بقسمها. قسمت كل ربع كيلو كده اهوت في طبق لوحده، ممكن يسلق جنبها بيضتين وبياخدهم. عجبته قوي وقال لي اعملي لي منها على طول، بس ربنا يقويني ويعني ان انا اعملها له جنب شغل البيت بقى والاولاد والدوشه اللي انا فيها ديت والمذاكره. ربنا يعيننا جميعا يا رب العالمين. نسيت اقول لكم طبعا لو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لاي حد بيديني طاقه ايجابيه او بيكتب لي تعليق محفز او بيشجعني. بحبكم جدا في الله، وانا مبسوطه جدا بصراحه ان ابتدت القناه تظهر وان في ناس بتتفرج عليها. متتخيلوش الفرحة اللي جوايا ان في ناس ابتدت تتفرج على القناة بتاعتي، الحمد لله. بعد كده هوت بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه. على اخر اليوم كده الاولاد بيبقى نفسهم في حاجة حلوة. فانا كان عندي في يوم كده هوت جوزي كان جايب فطير، بس كان جايبه في وقت متأخر والاولاد كانوا نايمين. رحت حطيته في الفريزر. في اي يوم كده هوت بطلعه اقطعه كده هوت بالشكل دوت، وبحطه في الميكروويف كده هوت يا دوبك 5 دقايق عشان ما يتحرقش منك. يسخن بس، بيبقى كأنك لسه جايباه فريش دلوقتي يعني. واحط عليه بقى حبة عسل، حبة مربى، لو بتحبي تاكليه بالجبنة بالمش اي حاجة. بس الاولاد على طول، احنا في الشتاء والاولاد على طول جعانين عايزين ياكلوا حاجة حلوة. فطول ما انت عندك اولاد او انت حتى لوحدك اتعودي ان انت تبقي في بيتك كده هوت فيه خير ان شاء الله. تعملي نص كيلو بسكوت، قرص، كيكة، اي حاجة كده هوت، حتى لو حاجة بسيطة كده هوت، صينية صغيرة على قد امكانياتك. حطيت كده هوت عسل اسود من الكيس على طول وكده خلاص. انا طلعتها من الميكرويف سخنت والاولاد كانوا مبسوطين بيها، طعمها كان جميل جدا ما شاء الله. ممكن تعملي جنبها شاي بلبن، تعملي جنبها شاي ساده، حلوه جدا من هنا والشفا. اتمنى بقى تنوروني في القناه وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله والسلام عليكم.